بالمناسبة دي بس في سؤال واحد مش هستدعي الماضي كثيرا يعني، بس أنا لاحظته في 26/6 خطاب الرئيس المعزول محمد مرسي اللي البعض حتى شاف انطباع الصورة على وجه المشير أو انطباع وجه المشير أثناء الخطاب بمثابة دلالة يعني. بس مش كان مثير للدهشة إنه يتم دعوة المشير بالإضافة إلى رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية لهذا الخطاب لهذا المؤتمر؟ يعني ألم تتخوف من أنه ده يمكن أن يكون مذبحة قلعة يقوم بها محمد مرسي؟ احنا كنا مدعوين عشان هنشوف الكلام اللي احنا اقترحناه هنسمعه. يعني المقترحاتنا لحل الأزمة هنشوفه. ده الكلام. والقعده دي كانت كده ان ايه الفرق بين اللي احنا اتفقنا عليه وبين اللي بيتقال. احنا بنتكلم في اليمين واحنا متفقين على الشمال، فانا كنت مندهش يعني، وخلاص هو ده وهنتكلم ده والخطاب كله كده. بص انا عايز اقول لك لكل من بيسمعني من اي حته من المصريين، الصدق ده قصه كبيره قوي، مش كل الناس تقدر تعملها. كلمه الصدق وممارسة الصدق مش كل حد يقدر يعملها. هم ما كانوش صادقين. أنا بتكلم على حاجة ليها دلالة. احنا بنتكلم هنعمل 1 2 3 4. طيب خلاص نقعد نسمع حاجة تانية خالص. فمش فاهم. بعض الناس بتقول مش الكلام من الحوارات مثلا لما تكون ما بين وزير دفاع ورئيس، مش الحاجات دي بتبقى موثقة؟ يعني بتتكتب في محاضر او بتتسجل فيديو، بتتسجل انا ما اعرفش الرئاسه بتمشي ازاي في الحكايه دي. لكن مشيت الايه؟ الشروط بتاعت الوثائق مشيت، طلعوها الجواسيس ودوها قطر. يعني دي من الحاجات اللي اتهربت يا فندم. شرط. هي الوثائق اللي تم تهريبها دي تمس الامن القومي، تهدد الامن القومي. صحيح. اللي تم تهريبها لقطر وفيها جزء من حوارات سيادتك معاها. لا مش حوارات، وثائق بتقول التقديرات والرؤى ومسائل كتير جدا في دوله زي مصر. ويبيعوا الوطن بهذا الشكل يا سياده المشير؟ طب ايه الثمن؟ ثمن مين؟ ما احنا مين ثمن البيع؟ مين اللي دفع الثمن؟ احنا؟ طب انا عشان سؤالي بس، هل كان تقليديا انه يتم دعوه كمان قاده الافرع الرئيسيه في مؤتمر من هذا النوع، ولا ده لم يكن تقليديا واثار مخاوفكم؟ يعني هو كان لقاء مع مجموعته مناصريه، وده اتصور ان هو كان يعني ما كانش من المناسب توجه الدعوه لينا خالص، لكن كان الكلام بيتقال في اطار ارسال رسائل كتير ان اللي انا هقوله ده الجيش موافق عليه. بدليل ان قاده الجيش موجودين. فكده دي الاجابه. اللي هو بس ما تخوفتش حضرتك من عوامل امنيه؟ يعني ده سؤال يعني. اكيد وضعتم خطه ما. ما تعرفوش الجيش المصري خالص ولا قوته. نعرف الحاجات. لا مين ده اللي يعمل مذبحة القلعة؟ ليه؟ ميليشيات الاخوان. اخوان مين؟ لا على فكره بنحب الكلام ده. لا احنا مش بنحب نسمع الكلام. انا ما بحبش العنتريه على كل حال، انما ازاي يعني؟ طب عملتوا ايه يا فندم؟ عملنا مكان معمول يعني. ايوه سكتنا كلنا اهو. يعني لما كنا بنلتقي فيقول لي التردي فوق مننا ليه كده على طول كده؟ اقول له لا دول بيطمنوا على الواقع، يعني مفيش حاجه ما تقلقش. لا ده عبث بالنار انك تقرب من قاده الجيش، انت بتلعب بالنار على طول.